السلام عليكم. كنا كنتحاربوا مع ايتهوك ولاو كيخرجوا لنا شي نماذج بحال هذا دابا. سمعوها شنو تيقول. عرفني المخزن اش كنسوى، كيعرفني ظريف الثوابت، الطراب د رجلين بنادم، الطراب تعرفوا الطراب، انا هو الطراب د بنادم كيما بغى يكون، عمري كاين لا حقرتيني الدجاج ناكلو انا وياك، هذا هو حميد المهداوي، ما تبقاش نعقل، ما كنعرفش شنو غتجي، شنو التبعات والله اداء كطبيعتي داير، ظريف بعقلي رزين، الا قصتيني وحسيت بك بغيتي تحقرني هكا هادشي اللي قسم الله عز وجل. كيفاش عارفيني شكون انا؟ شكون انت في ملك الله؟ شكون انت؟ المخزن كاع ما بقى كاع فايق لك وما على بالوش بك، والشيكو كان فايق لك كاع ما تقول هاد الهضره حيت بغيتي عاوتاني ترجع. جربتي حبيب بيس ودابا اليوم تنسيتي وليتي باغي شكون انا؟ كيفاش شكون انا؟ ديك الهضره ديال انا طراب رجليك وداك الشيء، انا مزابي وعارف شنو هذاك الشيء ديال الطعروبيط ديالك وداك الشيء ديال البلانات ديال تلوح العار وطراب رجليك عارفين اش كتخبي ورا ديك الهضره. شكون انا؟ كيفاش تاكل الدجاج وما عرفتيش ندير؟ الهضره ديال المشرملين. انت صحافي انت؟ كيفاش صحافي كتهضر بهاد اللغه هادي؟ ناكل الدجاج، اش من دجاج وشكون اللي فاق لك ولا كاع عطاك شي اعتبار؟ شكون انت؟ يوتيوبر ماشي انت صحافي. بزاف عليك تكون صحافي، كدير صانع محتوى، كتدبر على من هنا ومن هنا ومن هنا. كيفاش تهضر بهاد اللغه هادي؟ شكون انا؟ والله لا حشومه كاع باقي نشوفوا بحال الامثال ديالك، الامثال ديالك باقيين تنشوفوهم في اليوتيوب، وباقيين شي ناس ما عرفتش كيفاش تيتفرجوا فيك، واخا عرفوا من النص فيهم كيسبوك والنص نيكزيستو با ما كاينش كاع، باسكو عندك مليون ابوني وفيديوهات كيديروا 200,000 وبنادم غير حيت المغاربه عزيز عليهم يشوفوا يقلبوا حالين فمهم بحال انت ما خصك تمنع. اش تكون عامل خائن ديال البلاد، خائن ونظم عليها، لان الفيديو اللي من بعد ديالك اللي كترهب فيه المغاربه وترهب فيه الجيش الملكي وكترهب فيه العالم، نسمعوك شنو كتقول مشار من الاخر. تنهضر مع خوتي المغاربه، اولا حبسوا هذه الحده ديال المواجهه مع الجزائر، الله يرحمكم، راه والله ما عاد مستفيده دوله خليجيه ودوله اسرائيل، والله حتى اسرائيل ودوله خليجيه تقف وراء هذا التوتر. اسرائيل صباحها هنا، الدوله الخليجيه كاين صباحها في هذا الشيء، لعبه وكاين، وهذا احنا ما نقول الهضره بزاف، طلع هذا والله ما عاد الاعب اسرائيل، والله لا اسرائيل وماشي حبسوا هنا بعدا. كيفاش خوتي المغاربه حبسوا هذا الشيء اللي بيناتنا وبينهم؟ انا كنجاوبك على هذا المنطلق بعدا. اول حاجه ان جيب ليا شي مسؤول مغربي كيحارب الجزائر او لا مفيق للجزائر ولا كيهضر على الجزائر، اللي كيهضروا عليها بحالنا حنا الاحرار. اما الدوله عندنا استراتيجيه واحده اخرى، ما فيقاش للجزائر، ما فيقاش بزاف الدول. اذا كتهضر عليها بحالي اللي نايضين كنتقاتلوا حيت قاسونا في الشرف، قاسونا في الثوابت ديال البلاد، قاسونا في الدين ديالنا، قاسونا في كل شيء، يعني من حقنا نردوا عليهم بالمثل واكثر، ومازال حنا راه تنحشموا. اما هما راه لا دين لا مله ما تيحشموش كاع، وانت اليوم كتقول حبسوا عليا. واش بانتك الدوله ديالنا كتهجم على الجزائر؟ لا، ياك سيدنا الملك الله ينصرو ديما يمد لهم يد المساعده، يعني الدوله والمؤسسات ديالها ما كيهضروش على هذا الشيء، يعني غير الناس بحالي لي جون لومدا اللي بحالي بحالك هما اللي كنهضروا على هذا الشيء. كيفاش اليوم انت تجي وتهضر معنا حنا وتقول لنا كاينه دوله اسرائيليه ودوله خليجيه؟ شكون هي الدوله الخليجيه؟ معلم ما بغيتش يهضر على الامارات، زعما كاين الدول اللي اليوم ما عندها ما يدار بغات تنوض الصداع مع هذا الشيء. راه امتى كاين؟ من 62 قبل ما تكون هذيك الدوله اللي كتهضر عليها انت الدوله الخليجيه، باقي كاع ما كاينين الدول الخليجيه، عندنا هذا المشكل معاهم. وقبل ما تكون دوله اسرائيل باقي ما عندهاش حتى ما تاكل. راه تهضر معاك على 62 وحنا في نفس الموضوع. غير هو اليوم المغاربه صافي وصلات ليهم
ولاو كيتجاوبوا. قبل ما كناش كنتسوقوا، ولكن اليوم قاسونا في العراض ديالنا، وقاسونا في الشرف ديالنا، وقاسونا في الملك ديالنا، وقاسونا في كل شيء. يعني نضنا كندافعوا على راسنا وكنوريهم بانهم على غلط، وبان داكشي اللي فيهم حنا ما فيناش. طيب كيفاش تجي وانت تقول لي باش من حق وبدا تدخل لي داك حنا عارفين؟ اش عارف انت؟ ماشي صحافي بعدا، لا استقصاء لا والو، ما عندكش الخبر منين تجيبو والو. الهضره ديال القهاوي، انت كتشد يوتيوب وتبقى تقلب وتجيب الاخبار ديالك. ملي كتجيب الاخبار ديالك عرفنا ديك القالب ديال عرفنا زعما انت راه عندك استخبارات، انت خدام في لا سيا. اش من اخبار عندك؟ ما عندك حتى اخبار، واخبار ديال جارك ما عندكش. بقى لك هي الاخبار ديال اسرائيل وديال الامارات ولا شي من الدول اللي كتهضر عليها. ومازال نكملوا الفيديو ديالك ونشوفوا شنو كتخبر علينا تما. اسرائيل فقط، حتى اوروبا وحتى الغرب راه خايف تشوف الجزائر تسلحت هذا التسلح كله. عندكم يسحب لكم ما كاينش مخطط باش حنا ندابزوا، راهم خايفين منا. الجزائر راه تسلحت لواحد الدرجه اصبحت تخيف الغرب واسرائيل، والله ما كينعسوا. انت دابا بغيتي تخيفنا حنايا، يمكن انت دابا وليتي كتفهم في السياسه، وليتي كتفهم في الاستراتيجيات العسكريه. حشومه كاع، حشومه. كيفاش قلتي هاد الهضره هادي؟ دول زعما بغيتي تقادع دول امريكيه واوروبيه، وسير نوض تقعد. راه شتي روسيا شو وقع عليها في اوكرانيا؟ راه عامين ما قدات دير والو، هي غرقوها تما. روسيا يا روسيا وحلاش مع اوكرانيا، ومازال الغرب ما دخلش في الحرب، وامريكا ما دخلش في الحرب، كيعطيهم بعض الاسلحه الا وافقوا عليها. يعني القوه ديال الغرب ما دخلاتش. انت تجي تقول الجزائر بانها دوله قويه وترعب الساكنه ديال المغاربه وترعب الجيش ديالنا، هذا الترهيب، كترهبنا. انت ارهابي باش تجي تقول لنا انت اليوم بان الجزائر تتسلح بواحد الطريقه. لعنه الله عليك، والله ما كتحشم. الا كنتي كتفهم في الاستراتيجيات العسكريه، وما كنظنش اللي كتفهم في حتى حاجه بعدا. اول حاجه يمكن في البيبل، فلان ضرب مع فلان وداك الشيء تقدر تفهم فيه، اما الامور العسكريه بعيد عليك، بعيد عليك. لان اولا خصك تقرا وتدوز في العسكر وتدوز الاستخبارات العسكريه باش تجي تهضر هاد الهضره. لان هادشي اللي كتهضر عليه الاسلحه ملي كتجيبهم تجيبهم من روسيا. واش من اسلحه؟ الخرده ولا تكنولوجي ما عطينش ليهم لا ما ليها. يعني الاسلحه اللي عندهم راه ما تيعرفوش ليها، واسلحه بدائيه. وروسيا اللي غادا تقدر تعاونها راه غارقه في الحرب. وانت شتي اش وقع لها في البريكس؟ تراو عليها. شكون باقي عندها؟ ما كاينش شي واحد مع نص دوله خلاها واحد فيهم، نص دوله باقي مع تونس راه غتحارب العالم. اسرائيل خايفه من، ولا دوله خليجيه غتخاف من الجزائر، ولا المغرب غيخاف من الجزائر؟ والله ما باينه ما كتفهم والو. والو مجمك ملي كتقول هاد الهضره. لانك كنتي كتفهم غتعرف بان الجزائر تسلحات بزاف الاسلحه ما صالحه لوالو. لانهم نهار بغاو يدوزوا التكنولوجيا، وهي هادي عامين فاش ضربناهم بالدرون قال لك سلاح متطور، كاع ما كانوا عارفين الدرون شنو هو. ونهار جابوا درون، راه شتي الدرونات اللي جابوا، نهار جابوا درون حربي راه قتلوا به الناس. وشتي الاستعراض اللي داروا العسكري مؤخرا، الدرونات اللي كيصوروا بهم بالكاميرات عند الدراري كيديروا بهم ليفي باش يصوروا الروبورتاجات ديال الطبخ. وتقول لي انت الجزائر حنا دابا حنا سيدي غادي ندخلوا مع شي والله الا الدوله ديالنا ما كرهاش تدخل معاها في حرب، لان غادي نوقفوا هذا النزيف اللي عندنا باش نطرقوا. ولكن الدول ما بغاوش، علاش؟ حيت المقربات ديالنا من اوروبا. ونهار غادي يبغيو يغرقوا غير الجزائر، خصك تعرف يقدروا يديروا ينشبوا لنا واحد الحرب معاها، ولكن واحد الحرب اكوغ ديغي دغيا. علاش؟ باش يطيحوا على العقوبات ويديروا لها داك شويه الغاز والبترول اللي باقي عندها ويشتوها، لانها دوله كتبرزر مبرزطه كلشي. يقدروا يديروا واحد الحرب، ولكن حنا فاش يقيسونا؟ راه شتي شنو جبنا للدفاع؟ يمكن لا ما في خبارك اش عندنا، ما كاينش الصاروخ يدوز والو، حتى حاجه ما تدوز. وما كرهوناش هي تبدا.
باش نطرقوا الصحراء نطويو هذاك الملف. ولكن كاين دوار كتقول لك لا، وداك الشيء علاش كاينه يد الممدوده، لان في الاخر شويه ديال الشعب اللي ياكل عصا. ولكن الحمد لله عندنا ما ناكلو وما نشربو وما نبقاو معاهم 100 عام ديال الحرب، ماشي بحالهم هما الماء ما لقاوش. عندك تكون غالط حشومه باقي يسمعوا لك الناس، وهادشي نعرفك علاش كديروا، لان شفتي بان هذوك العملاء اللي باعوا البلاد راه تيتخلصوا. ملي تسمع 45000 دولار 45000 اورو 50000 اورو الشهر، بيان سور بعتي بلادك. شنو كتسنى؟ الحاجه الوحيده اللي كتسنى انه باغي تجبد الصداع مع الدوله باش يديروا يشدوك واحد شويه في الحبس، عاوتاني تروج الحركه وتخرج تمشي تطلب اللجوء السياسي، حيت اليوم ما عندكش الحق، حيت واحد ما متابعك ما تقدرش تمشي تطلب اللجوء. تمشي للانجليز ولا فرنسا ولا اسبانيا ما يقبلوش لك باش ديك الساعه تولي تخلص، حيت عارف بان هذوك اللي كيهاجموا المغرب كاع ما تيدخلوا للجزائر، كيهاجموا من المغرب ولكن من بلدان واحده اخرى، كاع ما كيحطوا رجليهم في الجزائر. دونك هادشي علاش كتقلب على قبل واحد 50000 اورو للشهر، ولا حيت باينه لاشين ديالك ما كتجيب والو، حيت انا شفت لي عندك راه ما تيجيبوش حتى الربع ولا ميم با الربع ديال لي زابوني اللي عندك ما كيتفرجوش فيك. بركه من البساله.